قالوا طب لونها إيه؟ ربنا صعبها عليهم وقال لهم صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا طب قول لنا مواصفاتها بالظبط، أصل البقر كله شبه بعضه. فربنا قفلها عليهم خالص وقال لهم بقرة لا بتشتغل في حرث ولا سقيا وسليمة ما فيهاش أي عيب ولا علامة. قعدوا يدوروا ما لقوش المواصفات دي غير عند شاب يتيم كان بارك جدا بأمه، وربنا أراد يكافئه، فبني إسرائيل اضطروا يشتروها منه بوزنها ذهب أو ملء جلدها دنانير عشان بس ينفذوا الأمر اللي كان في الأول سهل، بس هم اللي عقدوه. ذبحوا البقرة وسيدنا موسى أخذ جزء منها وضرب بيه الميت، فالميت قام حي ونطق وقال ابن أخويا هو اللي قتلني، وبعدين رجع مات تاني. طب إيه الحكمة إن أطول صورة تتسمى بالاسم ده؟ واحد، درس في سمعنا وأطعنا. الصورة دي هي دستور الأمة الإسلامية، فربنا سماها البقرة عشان يفضل المسلم فاكر قصة بني إسرائيل وما يقعش في غلطهم بالجدال والمماطلة في تنفيذ أوامر ربنا. 2، إثبات القدرة على البعث. القصة دي برهان حي إن ربنا قادر يحيي الموتى، وده موضوع أساسي في العقيدة وفي الصورة دي. 3، تكريم البر بالوالدين، لأن البقرة دي كانت ملك شاب بار، فالتسمية فيها إشارة لفضل العمل الصالح وإن ربنا بيسخر الدنيا لخدمة عباده المخلصين. فالاسم ده مش مجرد اسم الحيوان، ده عنوان لمنهج التسليم لله والتحذير من العناد، وعشان كده ربنا صدر بيها القرآن كأول سورة بعد الفتحة عشان يحط النقط على الحروف من البداية.